السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. المرة اللي عدت عملت لكم فيديو ازاي توفري 150 جنيه من مصروفك في الاسبوع، اللي هو فيديو القرص البيتي. عايزة اقول لكم الفيديو ده كسر الدنيا وعجب ناس كتير قوي وخد لايكات ما شاء الله حلوة. يا رب كل فيديوهاتي تعجبكم بالطريقة دي. ما تنسوش تشتركوا في قناتي بنت العمدة ام يوسف، ولو عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك واعملوا لايك. ماشي. ان شاء الله النهارده هكلمكم عن البند الرابع من الميزانية الشهرية، وهو بند حاجة الغسيل والصابون. انا يا اخواتي قلت لكم اني انا بجيب في الشهر بجيب كيسين باهي من الاكياس الكبيرة اللي هو كيلو ونص. الكيسين يعني بجيب كده 3 كيلو مسحوق في الشهر. بجيبهم وافضيهم في جردل عندي وبالكوباية او بالمكيال واحط في الغسالة، وبيخلي الغسيل نظيف وزي الفل، يعني بيخلي ريحة الغسيل حلوة ما شاء الله عليه. انا من ساعة ما عرفت مسحوق باهي، من ساعة المقاطعة والكلام ده، من ساعة ما عرفت مسحوق باهي ما بستعملش غيره. اول حاجة يا حبايبي، ادي شكل المسحوق اهو. بجيب كيسين، الكيس كيلو ونص. ماشي. وبجيب صابون الوش، بجيب 4 صابونات. الاربع صابونات اللي هم مقفولين مع بعض دول بجيبهم ب60 ب65، يعني على حسب النوع. انا بحب اجيب لوكس، كومي، اي نوع موجود اهو. زي ما انتوا شايفين كده كيسين المسحوق، وادي الاربع صابونات دول ب60 جنيه. انا معرفش الاسعار عندكم ايه، بس دول انا جايباهم ب60 جنيه. اللهم صل على سيدنا محمد. وده بطل الحلقة النهاردة اللي هو صابون المواعين. ده اللي هيخليكي توفري في الشهر 80 جنيه من مصروفك. ده انتي هتجيبيه ب40 جنيه، هتعملي بيه 8 لتر صابون سائل. انتي لو بتروحي تشتري كيلو الصابون السائل ب10 جنيه، وفي يعني بياعين حنينين شوية بيبيعوه ب7 جنيه وب8 جنيه، بس بيبقى خفيف. فانت لو في الاسبوع بتستعملي 2 كيلو، يعني 20 جنيه في الاسبوع. لكن لما انت بتجيبي الكيس ده وتعمليه عندك في البيت وتستعملي منه، ممكن الشهر بيخلص ويفضل لسه فيه صابون في الجيركن. ماشي. ودي اخر الفيديو هوريكم هنعمل الصابون ازاي، خليكم معايا للاخر. ودي المعطر اللي قلت لكم بجيب ب10 جنيه معطر اهو. تحطي منه شوية في الغسالة وهي بتشطف، بيخلي ريحة الغسيل تحفة. ده سكيب ريحته جميلة قوي من عند بتاع الصابون. وممكن تحط منه شوية في بخاخة مع شوية مية وترشي في الشقة كده بعد ما تمسحي وتخلصي، بيخلي ريحة الشقة تحفة برضه. ممكن وانت بتمسحي في مية المسح نفسها تصب شوية برضه، بيخلي ريحة الأرض جميلة قوي، تبقى كأنك مبخرة الشقة كلها. يبقى كده ده المسحوق كيسين ب130، ودول الاربع صابونات ب60، ودي الزهرة ب10 جنيه عشان الغسيل الابيض طبعا. وده كيس الصابون السايل ب40 جنيه وب10 معطر، وب23 اللي هي علبة المناديل. دي يا بنات حاجتي اللي انا بجيبها كل شهر. كمان بجيب اضافة على دول، بجيب ب10 جنيه كلور، بس المرة دي انا عندي كلور فما جبتش، عندي كلور في الجردل جوه. دلوقتي بقى نعمل الصابون السائل. انت بتجيبي جردل فاضي وتجيبي 4 ازايز تمليهم. قدامكم في الصورة هما 3 ازايز عشان انا فضيت الرابعة في الجردل.
تجيبي 4 ازاز اللي هي الازازه 2 لتر، يبقوا كده ايه 8 لتر. اول ازازه تفضيها في الجردل وتقصي الكيس وتفضيه عليها، هتلقي جواه باكيتتين، واحده فيها بودر وواحده فيها زي الصابون السائل كده. هتقصيهم وتفضيهم. انا كنت مصوره الحته دي بس اتمسحت في المونتاج، معلش. هتفضي الكيسين وتضيفي عليهم ال2 لتر ميه وتقلبي بحته خشبه، بعصايه، بايد المقشه، باي حاجه عندك. انا دايما بعملها بايد المقشه، بس عشان جوزي كهربائي فهو ما شاء الله بيعملها بالشنيور، حاطط فيه مضرب كده وبيعملها بيه. ده بتبقى اسرع، يعني بدل ما انت تقعدي تضربي فيها ساعة او ساعة ونص على ايدك، ده بيعملها في ربع ساعة. لكن احنا عادة او اي واحدة فيكم بتعملها بحتة خشبة او بايد المقشة عادي خالص، وتضيفي المية تدريجي ازازة ازازة لحد ما تخلصي ال4 ازايز مية. كده بيتملي معاكي الجردل وبيبقى عندك 8 لتر صابون سائل. وبكده بيكون عندك 8 لتر بتعبيهم وتستعملي منهم طول الشهر. انا بيقضوني الشهر وبيتبقى منهم الحمد لله. انت بقى بيتبقى عندك الصابون ده، لو عايزة تستعمليه في حاجة تاني غير المواعين، يعني احنا كده كده بنستعمله اساسا للمواعين، لكن في ناس بتستعمله في اضافات تانية. لو انت الغسالة بتاعتك بتضيفي فيها المسحوق وبتطفي او بتحطي فيها الهدوم وما بتبقاش مرغية، بتملي كوباية قد كوباية الشاي كده، بتمليها من الصابون ده وتصبيها على الغسالة وهي شغالة. بس ايه، بتخلي الغسالة ترغي وما تقطعش الفم معاكي، وتنضف البقع وتخلي الغسيل زي الفل. وبرضو في استعمال تاني، لو انتي بتمسحي الشقة في جردل للمسح، تحط شوية صابون مواعين مع الحاجة اللي انتي بتمسحي بيها، بتحطي مسحوق، بتحطي دوني، بتحطي كذا، حطي معاهم شوية صابون مواعين كده، هيلمع لك الارض. ولو عندك سيراميك هيخليه زي القشطة بيبرق كده. تمام. كمان ممكن تضيفي منه في لو انت بتغسلي البطاطين، ده اساسي لو انت بتغسلي البطاطين، ان انت بتستخدمي الصابون السائل مع المسحوق اللي بتغسلي بيه البطاطين بتاعتك، بينضفها ويخليها تنور كده. بصوا ده شكل المسحوق في الجراكن اهو، وده شكله في العلبة اللي بتصبني بيها. ودي كده كل حاجة الصابون اللي جبتها معاكم. انا قلت لكم هنعمل حسابنا في 300 جنيه نجيب بيهم حاجة الصابون وتكفي وتزيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.